تشري مباشرة من السوق الصيني كمثال. جيتي هنايا ولقيتي واحد المنتوج وعجبك، كيفاش انك تمشي تصيفط شخص ما يقلب لك على هاد نفس المنتوج ولكن من وسط الصين كمثال فيبو ولا تشينزان ولا على حسب البلاصه اللي بغيتي وتمشي وتقارن الاثمنه، وتما كيقدر يكون عندك نتايا واحد الايدج كيتسمى باش انك تختار وتقارن الاثمنه ما بين السوق المحلي الحقيقي والسوق الرقمي. فما عليك الا كتجي هنا كمثال، الا نهضروا على ييوو، كتجي كتشوف ييوو كتكتب ييوو اجنت سورسين اجنتس كمثال. تيجي كمثال تشوف الشركات والاجنتس اللي كاينين في السيرش. وحنايا جينا دخلنا لهذا الشخص هذا، فهو تيجي تيمشي وتيشوف البرودوي ديالنا تيهبط للسوق ديال يوو وكياخد معلومات على الثمن، ومن بعد هو اللي تيعمل لك الفريت فورورد، هو اللي تيصيفط لك يا اما الديبو ديالك يا اما كنت كدير دروب شيبين مباشره للكاستمر ديالك، او لا تيصيفط لك للبلاد اللي نتايا باغي. فهذه هي الطريقه اللي كتخول لك انك تعرف المنتوجات وتعرف دير مقارنه ما بين السوق المحلي والسوق العالمي والسوق الرقمي، لانه كيكون اختلاف كبير في الثمن، ماشي كبير ولكن المهم تيكون اختلاف. يعني الا مشى الصيني وسط الصين وقلب لك على البرودوي اللي نتايا باغي، فبطبيعة الحال غادي يلقى ثمن اقل، وثمن يقدر يكون بالنسبه ليك مربح. فداك الشيء علاش كنديروا هاد الاستراتيجي هادي، نقلبوا على اجنت اللي هنايا اللي تيمشي تيدير لنا السورسين، وعاد يقدر هو نيت يتكلف لينا بالدليفري اولا الشيبين وحتى الديوانه. يعني داكشي على حساب حنايا وشنو تنقلبوا عليه. واهم حاجه هو انك تكونتاكتيه وتهضر معاه وتعطيه البرودوي، وتعطيه عينه من البرودوي كمثال صوره، وهو تيمشي تيقلب ليك. والبيمنت راه ما كيتعمل البيمنت يعني ما تيدوز حتى كتكون نتايا جميع الاشياء اللي طلبتي منها فهي قام بها. وهذه هي اهم حاجه في علي بابا، هو ان جميع ترانزاكشن فهي عندها وعليها اسيرونس. يعني هنايا كتجي تلقى كثير من الاجنت اللي تيعملوا هذه الخدمه هذه، وكثير من الشركات في العالم كله اللي تيجيو وتيستعملوا الاجنت المحليين باش يمشيو ويتكلفوا ليهم بالسورسين ديال البروداكت، ويشوفوا البروداكت ديالهم في السوق المحلي قبل ما يوصلوها او قبل ما يقوموا بالارسال ديالها. فهادشي اللي كاين، يعني كتقلب وتتشوف احسن زعما ولا الشخص ولا البروفايل اللي عجبك، وكتبدا معاه محادثه اللي باين شنو المغزى ديالها، وانك تعطيه المنتوج. تقول له عافاك سير شوف لي هذا المنتوج هذا يا اما في السوق في وو يا اما في تشينزين، على حساب نتايا المنتوج ديالك وعلى حساب البور اللي باغي تصيفط منه، حيت هو كل بور والثمن ديال الارسال ديالو. يعني كتشوف كدير واحد الريسيرش ديالك، تقلب قبل وتشوف البور اللي مناسب بالنسبه لك واللي تيكون الارسال منه اقل مقارنه مع البورات او الميناءات الاخرى. فاللي عليك هو انك تختار وتمشي، وكما قلت لك تجي لهنايا وتدير شاطنه وتتبدا المحادثه ديالك مع الاجنت. وهي الا خصك في مره واحده راه بطبيعه الحال تولي الشغل معاه دائم، وتولي تتكلف لك بزاف ديال الحوايج ماشي غير البروداكت، انما تتكلف لك حتى بالسورسين. الا كنتي شاري منتوج ديالك وحاطه في شي ديبو، كتقول لي سير شوف لي داك المنتوج قبل ما يحطوه في الشحن، وتاكد بان كلشي في امان الله، وجميع المنتوجات محطوطه في بلاصتها والباكيج هو هذاك. ويقدر يتكلف لك ايضا بالشيبين انه يرسل لك الاماكن اللي انت باغي توصل بها، ولا الكليان اللي كاين اللي عندك في اي بلاصه من دول العالم. فيعني هذه الحلقه كانت على كيفاش انك تلقى شخص يمشي يقلب لك على البرودوي اللي نتايا باغي من السوق الصيني. نتمنى تكون عجباتكم واستفدتوا منها. ولا كان شي سؤال فخليوه لينا في كومونتير، وان شاء الله نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.